تفتكر بيتك فعلا متأمن كويس ولا ممكن يكون في باب سري وراك وانت مش واخد بالك؟ النهاردة هنشوف اختراعات عبقرية هتخلي بيتك شبه أفلام الجواسيس، أبواب مش باينة، ودراج بتطلع من الهوا، أو ترابيزات بتنزل من الأرض، وأفكار تخزين هتخلي أي لص يعيط من القهر. جاهز تدخل عالم من السرية والذكاء؟ يلا بينا نبدأ. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. عمرك تخيلت يكون في سرير أطفال بيكبر مع ابنك سنة ورا سنة؟ الترابيزة شكلها بسيط جدا، بس فيها كمية أماكن سرية مش طبيعية. إدراج متخبية ورا الإدراج، درج كبير تحت، درجين على الجنب، وحتى ركن صغير للسكينة، وكمان درج بينزل من فوق. ده غير المكان السري اللي تحت الغطا. واضح إن صاحبها واخد التخزين على محمل الجد. سيطر على مساحتك بمكتب قابل لتعديل الارتفاع، وخلي عندك تحكم كامل في وضعيتك عشان تنجز كل مهمة بالطريقة اللي تريحك. هو الراجل ده بيدور على ايه؟ لو بتكره غسيل الهدوم اكيد هتعشق التصميم ده. ورا الالواح الخشب المخفية دي في غسالة هدوم. ايوه، الغسالة اللي دايما بتخلي المكان شكله مكركب، ففكرة انك تقدر تخبيها لما تكون مش محتاجها ده في رأيي حاجة عبقرية. ايه اول حاجة بتيجي في دماغك لما تفكر في استخدام المساحة تحت السلم؟ كتير من الناس هيقولوا يا ريت نعرف نستغلها، وفعلا المهندس ده عمل فكرة عبقرية لدواليب مخفية تحت السلم تخلي شكل البيت شيك وتوفر مساحة في الطرقة. المكتب الصغير اللي حطه جنب الدولاب كمان فكرة حلوة، مكان مريح تقدر تشتغل فيه من غير فوضى. مفيش داعي تشتري قطعتين منفصلين لما تصميم ذكي واحد يقدر يقوم بكل حاجة. الجزء المخفي بيتحول بسرعة وسهولة لسرير فردي، حل ذكي وسريع علشان تزود مكان نوم من غير أي تعب. لو نفسك في مكان سري تهرب فيه تتفرج على ماتش أو فيلم من غير إزعاج، سهل جدا. اعمل غرفة سينما سرية زي دي، ضغطة بسيطة على الزرار الصح تفتح لك عالم من الترفيه والمتعة. يا جدع ده حتى السقف فيه نجوم بتلمع، يعني حاجة فخامة من الآخر. الراجل ده عايز يلفت نظرنا لدراج جوه دراج. ايوه، هو عامل درج مخفي ورا لوحة بتنزل وبتفتحه بمفتاح. تصميم بسيط لكنه ذكي جدا، وفعلا ممكن يكون مكان مثالي علشان تخبي اي حاجة عندك. مش كل البيوت عندها مساحة لدولاب تحت السلم، بس الشركة البريطانية دي عملت حركة ذكية جدا واستغلت كل سنت هناك. حط شنط وجزم او اي حاجة، وحتى لو عندك صاحب مش لاقي مكان يبات فيه فاعتقد تحت السلم حل مؤقت. الفكرة انك تستغل المساحة دي بدل ما تسيبها فاضية، خصوصا لو بيتك صغير. بص، في البيوت الصغيرة لازم تستغل كل سنتي، والموضوع وصل لدرجة انهم بيخزنوا حاجات او حتى بني ادمين تحت الارضية. ممكن تحط كمية حاجات مذهلة تحت الارضية دي. بس الراجل ده وابنه فاهمين كلمة مساحة الزحف غلط. واضح انهم مش بيحبوا الزحف، بس طالما هم مبسوطين كله تمام.
مستعد للسحر؟ بيطلع لنا سلم سحري، يمكن مش أحلى خدعة في الدنيا، بس السلالم دي بجد مبهرة. النظام الأوتوماتيكي ده أسهل وأمن بكتير من إنك تفضل تشد في حبل علشان تنزل السلم. لا وبيختفوا تاني برضه أوتوماتيك. ده باب مخفي جوه الحيطة، لدرجة إنك لو عايش في البيت ده ممكن تنسى مكان الباب. ديفيد مولينو عمل مكان خطير للتخزين تحت السلم، بس المرة دي بدوسة زرار، أسهل بكتير من إنك تستخدم إيديك الاتنين، وبالأخص لو بترفع أو تخزن الحاجات التقيلة. بصراحة اللقطات الجاية خلتني بقيت أشك في أي أوضة هدخلها في فندق. هفضل أدوس على كل مراية وزرار، يمكن ألاقي درج سري وراهم ولا حاجة. في واحد اسمه ماكسيم نيكوفاتش عامل مرايات وألواح مخفية بتخفي وراها مواسير، بس دماغي راحت لأفكار أشرار أكتر من كده بكتير. صعب أوي تخلي أوضة الخزين مترتبة وشكلها شيك، بس الصراحة مش هتحتاج تعمل كده لو قدرت تخفيها بالكامل زي أصحاب البيت ده. المخزن بتاعهم معمول كأنه جزء من المطبخ العادي. لو وصلت للحظة دي من الفيديو المفروض تبقى حذر جدا من رفوف الكتب، بس خلينا نشوف اللي ورا المكتبة دي. طلع مكتب شيك جدا، بصراحة مش هزعل خالص لو اشتغلت في مكان زي ده، وأكيد هبقى مبسوط كمان. أول ما تخلص شغلك اطوي المكتب بكل بساطة، وهتلاقي قدامك ترابيزة سفرة مريحة ظهرت مكانه. سلاسة وسهولة زي ما الكتاب بيقول. وأخيرا شوف الجدران اللي بتتحرك دي، شكلها فكرني بالبيوت اليابانية اللي الحيطان فيها بتتحرك، وبتقدر تستخدمها عشان تفتح أو تقفل مناطق في البيت. تغيير جميل عن إنك تفضل محبوس في نفس الأربع حيطان طول الوقت. معانا دلوقتي أبواب سرية من شركة أمريكية اسمها كرييتيف هوم، بتصمم أبواب وممرات مخفية حسب الطلب، زي مكتبة بتفتح أو تمثال بتحركه. كل باب ليه طريقة فتح ذكية. لو عندك باب سري يا ترى هتخبي وراه ايه؟ بعد يوم شغل طويل ارمي نفسك على الكنبة المريحة دي وسيبها هي هتتكفل بالباقي. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.